يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لاستئناف مشواره في بطولة كأس مصر لنسخة الموسم الماضي، وذلك بعد التأهل لدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا بعد الفوز على فريق سان جورج الأثيوبي ب7 أهداف نظيفة في مجموع المباراتين في دور ال32. وسيلتقي النادي الأهلي في المباراة القادمة مع فريق إنبي في نصف نهائي كأس مصر يوم الأربعاء القادم 4 أكتوبر في 7 مساء بتوقيت القاهرة والسعودية وقطر على استاد القاهرة الدولي، وستذاع المباراة عبر قناة أون تايم سبورت. وسيلتقي الفائز من مباراة النادي الأهلي وإنبي مع الفائز من مباراة نادي الزمالك وبيراميدز في نهائي كأس مصر. وانتهت آخر مباراة جمعت بين النادي الأهلي وإنبي بفوز الأهلي ب2 دون مقابل في الدور الثاني لبطولة الدوري المصري الموسم الماضي. وسيشارك محمود كهربا مع الفريق في بطولة كأس مصر بشكل طبيعي، حيث أن عقوبة الإيقاف التي صدرت بحقه لمدة 6 مباريات ستطبق على اللاعب في بطولة الدوري المصري فقط. ويسعى النادي الأهلي للفوز في المباراة القادمة للحفاظ على لقبه في بطولة كأس مصر، وذلك بعد الفوز بالنسخة الأخيرة على حساب بيراميدز بعد الفوز عليه في المباراة النهائية ب2 مقابل هدف.